زي ما قلت لكم في الاول، انا هديكم برضو يعني فكره لما احرك الزاويه بتاعه البيضه عشان اشوف الكلام اللي قالوه على نهر النيل دوت مظبوط ولا مش مظبوط. هتلاقي بص البيضه هنا، دي صوره للبيضه بس لفت على المحور الرأسي بتاعها بحيث الزاويه بتاعتها بانت. هنا بقى تبان ان ده مش مجرى مائي يا جماعه، ده حيوان وله رجلين اهو، حيوان وله رجلين دي زرافه. طيب، فبقول لك ان الفنان اللي رسم هذه الخربشات او هذه الجرافيتي، بنسميها يعني، وعلى فكره انا معجب جدا بالمرسوم، جميل جدا بالنسبه للوقت بتاعه، يعني حاجه جميله، خطوط حلوه يعني. ده بيتفق مع احنا بنسميه سيكونس ديتنج، اللي هو التاريخ التسلسلي. انت بتقارن فن بفتره كونتمبوري، فتره معاصره، يعني بتلاقي عشان تفهم تحط الفن ده، تحطه في مكانه. الفن بتاع الحضاره او الثقافه بتاعت النقاده، كلها نقاده 1 و2 و3 اللي في الفتره من 8000 او من الفتره بتاعت 6000 بتاعت البيضه دي لحد 3000 سنه، بتنقسم الى 3 مراحل. وفنيا بتتمثل يعني، واركيولوجيا بتتمثل بالفخار بتاعها. الفخار ابتدى يحصل له كلاسيفيكيشن او تصنيف، فكل مجموعه من الفخار بتتحد زي ما شايفين في الصوره، بيبقى ليها مواصفات متشابهه، بتتحط في كاتيجوري، بتتحط في كلاسيفيكيشن، بتتحط في تصنيف واحد. يعني مثلا في فخار اسود، في فخار ابيض، في فخار محروق، في فخار لونه بره بني، في فخار الحافه بتاعته بس اللي فوق محروقه فسودة. ده مشهور قوي يعني، دي من الحاجات القديمه قوي في حضاره نقاده، زي ما انا موريك في الصوره دي، مشهور قوي. لما الاقي الحافه السوداء ديت العلويه بحطها في نقاده واحد على طول عرفت، واخد بالك ازاي؟ فلما اجي اعمل كروس ماتشنج بقى واعمل دراسه للرسم بتاع البيضه بتاعت النوبه الموجوده في متحف النوبه، هبتدي اقارنها بالفن بتاع نقاده. فالفن بتاع نقاده هنلاقي فيه نفس الموتيفات ونفس المفردات الموجوده على البيضه في الامثله اللي انا هوريها لكم دلوقتي. الاول خلونا نشوف الجرافيتي او الخربشه او الرسم البدائي اللي على بيضة النعامة كما هي معروضة في متحف النوبة القومي. على فكرة يعني البيضة ليها وجهين، يعني رسمة مكررة، بس يعني الرسمة بتتلخص في خط زي ما انتم شايفين، خط زجزاج. خط الزجزاج عادة كان يا إما بيبقى تعبان أو مية، والثلاث أشكال مثلثة اللي فيها تشريط ديت بالعرض. وطبعا الباحثين بتوع التاريخ البديل بيشوفوا على طول، بيحبوا انهم يقولوا ان هي دي الاهرامات بتاعت الجيزه. ده الظهر بتاع البيضه. الظهر بتاع البيضه، الخط الموجود، الخط العريض ده شويه المليان ده الجزء اللي اتصدر للناس، يعني دي الصوره اللي اتصدرت للناس. فالجزء ده المليان ده المنتفخ قالوا عليه ان هو نهر النيل. بس لو احنا شفنا بقيه الرسم اللي هوريها لكم في اخر الاكزامينيشن دوت، هتعرفوا ان دي مش نهر النيل، وان ده له بقيه، يعني اللي احنا شايفينه زي قناه مائيه منتفخه كده وقالوا عليها النيل. ده رسم الحيوان، هيبان لما ادور البيضه، اديرها بحيث اشوف الزاويه اللي مستخبيه في التصوير. فأنا زي ما قلت في البداية إن الرسم دوت أو النقش ده أو الفن البدائي المصري دوت بينتمي إلى فترة بدايات حضارة وثقافة نقادة. فنقادة ليها نموذج للفن المرسوم، خاصة على الفخار وعلى الأسطح. هو البيضة ديت على فكرة يا جماعة، دي من الحاجات دي من المواد اللي كانت منتشرة للرسم وللخربشه وللجرافيتي وكده، لانها كانت سطح بيشبه السيراميك وقوي جدا وبيعيش، يعني بيتخرم زي ما انتم شايفين كده في ثقب في اعلى البيضه، بيفرغ منها طبعا الماده الموجوده، الماده الحيه اللي جوه البيضه. يتبقى السطح الصلب دوت اللي عامل زي السيراميك، بيبقى ماده مهمه قوي للرسم وللنقش وللزخرفه وللجرافيتي وكده. ده المنظر. وعلى فكره ده مش البيضه الوحيده اللي لقيناها، انا هوريكم برضو مفاجاه ان في اكتر من بيضه اتلقت.
بالمنظر اللي فيه النقش ده هيساعدنا في التفسير اكتر. احنا كده الاول شفنا ال الكلام اللي بيتكلموا عليه دي الاهرامات وده نهر النيل. طيب تعالوا نشوف نعمل كروس اكزامينيشن بقى، كروس ماتشنج كده، ونشوف الحاجات اللي هي contemporary زي نماذج من فن الفخار بتاع نقادة. الاواني اللي هي هتبقى فيها نقش هترجع للفترة ديت اللي هي في كلاس دي، كبرها لكم شوية. كلاس دي هنلاقي عليها النقش اللي بيتماثل مع الرسم والفن اللي متساب او مرسوم على البيضة بتاعت النوبة. هتلاقوا ان الفنان المصري في الفترة ديت كان بيمثل يعني موتيفات كتيرة قوي بيحطها على الفخار او البيضة، منها الخطوط الزجزاج ديت، الخطوط الدائرية او النصف دائرية او حتى اللي هي الدائرية اللي حوالين الوعاء كله او الفخار كله، دي بتمثل المية. هتلاقوا ان بيمثل برضو في الرسم بتاعه بيتأثر او بيعكس البيئة اللي هو عايش فيها. فهنلاقي الحيوانات اللي كانت موجودة في الواحة او على نهر النيل. هنلاقي مثلا هنا جديان، وهنلاقي هنا فلامينجو يعني او الابو اردان المصري المعروف اللي هو صديق الفلاح. فهنلاقي بقى المهم في الموضوع ده كله، انا عايز اوصل لحته الشكل المثلث. هنلاقي هنا موتيفه زخرفيه تتكون من حوالي 10 مثلثات داكنه ورا بعض، وفوق في 5 اهي. فهل العقل المعاصر حاليا لما يشوف حاجه زي كده اول شيء لما هيشوف ده يقول لك دول 10 اهرامات؟ لا خالص، دول 10 موتيفات مثلثه الغرض منها في الاساس ديكوريتيف او هدف زخرفي مش اكتر، لا اقل، لا اكثر ولا اقل. يعني دي مش اهرامات ودي مش اهرامات، دي جديان ودي اشكال مثلثه للديكور، للزخرفه، للتجميل. فده المثل الواضح قوي اللي بيبين ان الفن بتاع نقادة كان بيستعمل وبيوظف الموتيفات المثلثة اللي فيها تكرار 5 بقى 3 كملها 10، دي مش معناها ان ده 10 اهرامات ولا دي 10 جبال، لا دي 10 اشكال مثلثة زخرفية. ده برضو من الامثلة الجميلة جدا اللي بتمثل برضو البيئة بتاعة نقادة. هنلاقي هنا طبعا عشان تأثر بالملاحة مثلا في النهر او في البحيرات اللي هي موجودة في الصحراء الغربية، هتلاقي ان في المركب هنا وفي كابينة على المركب وفي تمثيل للرجال والنساء وأفرع الأشجر. برضو التيمة الأساسية هي المركب والناس اللي راكبينها والامبلمز اللي هم معاهم والستاندرز اللي على المركب. بس الأشكال التجميلية، الأشكال الزخرفية موجودة، اللي هي المثلثات اللي فوق 5 مثلثات، مش 5 أهرامات، دي 5 مثلثات. وبرضو حيوان الجديان وحيوان أبو إردان أو الفلامينجو. الأشجار كلها عبارة عن خطوط، يعني الشجرة هنا مثلا اللي أنا بشاور عليها دلوقتي هو ملاها بخطوط متقاطعة، خطوط متوازية متقابلة. دي مش معنى كده ان شجرة فيها حجارة عشان بس لما حد يقول لك ده المثلث عليه تشريط، ده معنى كده ان دي حجارة، دي حجارة الأهرام زي ما بيقولوا الباحثين بتوع التاريخ البديل. طب نشوف مثال أوضح. انت هنا مثلا، انا يعني يمكن الاعتراض الوحيد او الملاحظة الوحيدة اللي ممكن حد يعني يطلع بيها يقول لك طب دي مثلثات مصمطة يعني مليانة اللون فيها، انما المثال بتاع البيضة كان مثلثات وعليها خطوط تقريبا ممكن افسرها على انها حجارة. فهل الفن اللي حضرتك بتتكلم عليه فن نقادة في الشكل دوت عشان نشوفه مثلا ونصدق؟ في. تعالى اتفضل حضرتك اوريك. ادي مثال واضح، إناء من الفخار نفس الفترة بتاعة النقادة الأولى. هتلاقي برضو الفنان ساعتها المصري بيتصرف بنفس الكلام اللي قلت لكم عليه. الخطوط الزجزاج بتمثل ماء، سواء مستطيل سواء دائرية أو سواء بالطول أو بالعرض. والحيوانات زي الجديان أو الغزال. هنلاقي هنا زي ما قلت لك المثلثات في الأسفل، أدي 1 2 3 4 5 6، فيهم 5 فيهم خطوط بالعرض، خطوط متشرطة اهي، زي المثال بتاع المثلثات اللي موجودة على بيضة متحف النوبة. وادي واحدة في النص مثلث مصمت. يعني الفكرة هي اختيار الفنان، بيختار يا اما يملاها لون او يشرطها
او يحط لها خطوط. الخط اللي بين المثلثين دوت برضو مكرر وعلى هيكل الزجزاج ده برضو ميه. فهنا الشكل دوت لا هو جبل ولا هو اهرام، ده شكل تجميلي زخرفي ديكوراتيف. والفنان هنا بيمارس حقه في الحريه الفنيه، يا اما بيملى المثلث بخطوط عرضيه زي المشرط كده، او بيملاه بلون ويبقى مصمت زيه زي الحيوان اللي فوق. فهنا اللي احنا شايفينه ده مثال نموذجي وايديال وتيبيكال لفن نقاده بتزامن وتبقى كونتمبوري او معاصره للفتره بتاعه البيضه اللي احنا لقيناها في الجنوب الى غرب ابو سمبل. زي ما قلت لكم في الاول، انا هديكم برضو يعني فكره لما احرك الزاويه بتاعه البيضه عشان اشوف الكلام اللي قالوه على نهر النيل دوت مظبوط ولا مش مظبوط. هتلاقي بص البيضه هنا، دي صوره للبيضه بس لفت على المحور الرأسي بتاعها بحيث الزاويه بتاعتها بانت. هنا بقى تبان ان ده مش مجرى مائي يا جماعه، ده حيوان وله رجلين اهو، حيوان وله رجلين زي دي زرافه، دي زرافه. يبقى ادي المثلثات متشرطه اهي، وادي حضرتك الرقبه بتاعتها، وكان الصوره واصله لحد هنا بس اللي قالوا عليها نهر النيل. حضرتك بس تدور تلف تحرك البيضه هيكتشف ان الشكل ده كان الرقبه بتاعتها بس. ادي جسم الحيوان اللي كان متشرط واللي خدوه باحثين التاريخ البديل وقعدوا بقى يلفوا بيه الدنيا ويقول لك ده ضرب اللبانه، ده نهر النيل. كأن الفنان البدائي معاه GPS ومعاه درون ومعاه ساتلايت عمال يبص على نهر النيل ويبص على السماء ويرسم كعالم فلك يعني او عالم جغرافيا. طبعا دي نظرة ساذجة للغاية. ادي اللي كان بيقصده الفنان. ادي يا جماعة، ادي في الاخر السر بتاع البيضة. البيضة عبارة عن جسم زرافة وثلاث مثلثات بتماثل تماما وصادقة في التعبير عن فن نقادة او الفن المصري في ثقافة نقادة، اللي هو فن ما قبل او البري دايناستيك، ما قبل الاسرات المصرية. لا علاقة، لا المرسوم او الخربشة او الجرافيتي اللي لقيناه على البيضة زي ما انتم شايفين كده لا له علاقة بالاهرام ولا له علاقة بنهر النيل ولا له اي علاقة بضرب اللبانة ولا له اي علاقة بكل الافتراءات ولا الادعاءات بتاعت التاريخ البديل، ولكن له تفسير بسيط وسهل. البيئة بتاعت ما قبل الأسرات، بيئة نقادة اللي هي بعيدة عن نهر النيل. نهر النيل ده الفنان ده عمره ما شاف لا نهر النيل ولا شاف الأهرامات. هذه خلاصة. نسيت أقول لكم يا جماعة حاجة مهمة. طبعا في مثال آخر للفن اللي بيترسم على بيض النعام، أكتر من مثال، بس يعني أنا هجيب لكم دلوقتي صورة لبيضة أخرى تم العثور عليها في مقبرة برضو أخرى. البيضة هنا برضو على سطحها مرسوم زي ما انتم شايفين أشكال كلها إلى حيوانات تنتمي للبيئة بتاعت النبتة بلايا أو الواحة اللي كانت موجودة غرب أبو سمبل. أشكال دائرية، الحيوانات كلها الفنان مليها بشرط بخطوط عرضيه وطوليه. طبعا انا مش هقدر اقول ان الخطوط دي عباره عن حجاره، ده مش يعني دي مش حيوان، عباره عن حيوان حجري من حجاره. دي زرافه ودي زرافه زي ما احنا شايفين، وده هنا يعني شكل للزخرفي. هنا في دايره بتمثل مثلا ينبوع ميه او بحيره ميه او ما شابه، في هنا ما يشبه المركب. لما يبقى بنبص على الفن هذا البدائي اللي اتعمل من 6500 سنة بنظرة القرن ال21، يعني ده اسمه ريتروسبكتيف ديترمينيزم، يعني اطلاق احكام حتمية مطلقة باثر رجعي. يعني انت بتشوف حاجة كده كل البروجرام بتاعك المعاصر بيفسرها بالمفردات وبالمعلومات وبالخبرات البصرية بتاعتك في القرن ال21. فانت عايز تشوفها كخريطة، عايز تشوفها كضرب لبانة، كميلكي واي، عايز تشوفها كنهر النيل. لا دي قفزة في الرؤية
بتحرم الأثر من حقه التاريخي، بتحرم الفنان من تفسير ينتمي إلى بيئته ووقته. انت بتظلم هذا الفنان، لان انت مش بتفسر فنه، مش بتفسر الرسالة اللي سابها على هذه البيضة بمفردات تاريخه، بمفردات وقته. انت بتحرمه من تفسيره التاريخي، فانت بتسقط تفسيرك انت دلوقتي عليه، فانت بتحقق افكارك انت باثر رجعي، بمفهوم مسبق على فترة تاريخية انت لا تعلم عنها شيء. واقع الامر ان الراجل الفنان اللي ساب الجرافيتي على البيضة دي ما رسمش اهرامات، سرم زي ما شفت لكم، زي ما وريتكم في الامثله دي، موتيفات ديكوراتيف، يعني زخرفيه. هنلاقي الاشكال المثلثه بتتكرر مثلا 10 مرات، مفيش جبال 10 مرات يعني. عشان كده انا بقول لك ده ديكوراتيف اليمنت، او ده عنصر تجميلي او زخرفي. ليه؟ لان انا لما الاقي الشكل اللي زي ما وريتكم في الصوره، الشكل المثلث بيتكرر 10 مرات ورا، ده باترن، ده نسق فني ونسق تجميلي. فلا يمكن ان انا اقول دي 10 اهرامات ورا بعض او 10 جبال ورا بعض. ليه النظره السطحيه، النظره التي لا تحترم الفتره التاريخيه؟ ده منظور سطحي جدا. انك تقول إن لازم تقول والله ده بيمثل هرم وده بيمثل مثلا الميلكي واي او الدرب. ليه التعقيد ده؟ ما تفسر الموضوع بدراسه الكروس ماتشنج والنظائر بتاعته في الفتره بتاعته. انت عندك الفن بتاع نقاده، هتبعد ليه؟ الراجل ما كانش بيحاول يقنعك بحاجه، والراجل عمره لا شاف هرم ولا عمره شاف نهر النيل. الراجل كان بعيد عن نهر النيل 150 كيلو. يا سيدي الفاضل، الراجل اللي رسم هذا الجرافيتي وهذه الزخارف او هذه الشخبطه على سطح البيضه، ده لا شاف نهر النيل ولا شاف اهرامات. الراجل ده كان بيعيش في واحه 150 كيلو بعيده عن نهر النيل، ما شافش نهر النيل وما شافش حاجه اسمها اهرامات، لان ما كانش فيه اهرامات. لان الاهرامات بتاعت الجيزه موجوده فوق، الدلتا كانت غرقانه، النيل كان بالعها من ناحيه والبحر كان عليها من ناحيه تانية، والدلتا كلها كانت احراش لحد الجيزه. مفيش. حضرتك روح دلوقتي الهضبه بتاعت الجيزه، حاول تحفر كده في الصخور، هتلاقي قواقع بحريه، والناس عماله تتعجب وتكتب في الكومنتات احنا في قشور بحريه وفي اصداف بحريه في الحجاره وفي الارضيه بتاعت الاهرامات. ايوه يا سيدي، ما انا بقول لك اهو، ما انا بشرح لك الفتره اللي حضرتك بتتكلم عليها واللي اقنعك بيها باحثين التاريخ البديل والحضاره المزعومه والحضاره المفقوده، اللي بيقول لك ان البيضه دي عباره عن اهرامات الجيزه. ساعتها ما كانش فيه لا اهرامات ولا كان فيه نهر نيل بالمنظر اللي احنا عارفينه، ولا في جيزه اساسا. الجيولوجيا والعصر بتاع الميد هولوسين، الهولوسين هكتبها لكم كده بالانجلش، معلش انا مش عارف ترجمتها بالعربي ايه، بس دي الفتره الجيولوجيه الحاليه اللي هي الايبوك، العصر الجيولوجي اللي احنا عايشين فيه من 10700 اسمه عصر اسمه الهولوسين. الهولوسين سنه في الفتره بتاعت 6500 قبل الميلاد كان هذه دي الظواهر بتاعته في مصر. نهر النيل غير مروض، ادغال، احراش، حيوانات مفترسه، زرع جهنمي، الدلتا كلها احراش. النيل بيصل يعني مع البحر بيغطي كل الدلتا. مفيش جيزه. انت بتتكلم في ايه؟ هي دي باختصار حكايه بطن عمل لكل الناس اللي ابتدوا يصدقوا في مزاعم التيار بتاع الحضاره المفقوده والتاريخ البديل، بيعتبروها من اقوى الادله. يقول لك ده في بيضه نعامه مرسوم عليها الاهرامات من 6500 سنه دي يا مؤمن. ادي حقيقه الموضوع. الرسم والجرافيتي اللي لقيناه على البيضه دي كان بيعكس الفتره بتاعت هذه الواحه، بيعكس الفتره بتاعت الانسان المصري في البري دايناستيك، في عصر ما قبل الاسرات. لان الناس معتقده ان التاريخ المصري ابتدى زي ما قلت لكم بنعرمر او خوفو، ويبتدوا يتعجبوا يقول لك يعني واحد لسه بادي التاريخ يروح باني الهرم دوت، ولا بانيين مش عارف المعابد ديت ولا التوابيت دي، عشان الناس ما درستش. مش انا بتكلم يا جماعه قبل الهرم، لازم قبل هرم خوفو البيضه دي والفن اللي انا استعرضته معاكم، فن بتاع ثقافات وحضاره نقاده بمراحلها الثلاثه. ده انا ما اتكلمتش لا على البداري ولا اتكلمت على الفيوم ولا اتكلمت على المعادي، ده الموضوع كبير. دي كلها حضارات ما قبل الاسرات اسمها بري دايناستيك.
cultures، يعني الثقافات والحضارات التي سبقت، اللي فيها بقى كل الملوك اللي بيتكلموا عليهم، الملوك اللي مش موجودين اسمائهم، وال120 ملك اللي في قوائم باليرمو، والناس اللي مش مذكوره في القوائم الرسميه ومذكوره في برديه تورين. ايوه يا سيدي، دول ملوك عباره عن رؤساء تجمعات، اشبه بالقبائل. ما انا ما بحبش كده استعمل كلمه قبيله في الثقافه المصريه. تجمعات، تجمعات بشريه عباره عن مدن منفصله، تجمعات منفصله، واحات منفصله على ضفاف نهر النيل وغيرها في الصحراء الغربيه. دي كانوا اشبه بامراء او ملوك، ما كانوش بالقوه بتاعه الملوك بتوع عصر الاسرات، اللي بحيث ان كانت مصر ما كانتش متحده، مصر ما كانش ليها كيان سياسي واحد. انا ما قلتلكش التاريخ ابتدى بخوفه. التاريخ المصري ابتدى بالعصر ما قبل الاسرات، الاف السنين، مدونه وغير مدونه، لان ما كانش في كتابه ساعتها. فتره تعتبر المصري ابتدى ينضج فيها على نار هاديه، ويبتدي يروض النهر، ويبتدي يبقى الوادي دوت والضفاف النهر بوتقه اجتماعيه تنشئ، وينضج فيها الفكر الاجتماعي والاخلاقي، وتبتدي تتعبر عنها فنيا وهندسيا، الى ان يصل الى ذروه وعصر نهضه وعصر ذهبي اسمه عصر بناء الاهرامات. دي انت لما تبتدي تعلم الحقائق، اللي تبتدي تتعلم وتبتدي تعرف عن وعي كده حقيقه هذا التاريخ، حقيقه هذه الجيولوجيا، تبتدي تقول يا ده انا كنت ساذج قوي ان انا صدقت في الموضوع بالمنظر ده. ازاي اتباع لي الموضوع ده، ازاي اتباع لي بمنتهى السهوله، وازاي انا قبلته بهذه السرعه، ازاي صدقته وامنت بيه بهذه السرعه. كتير هيراجعوا نفسيهم، انا عارف كتير، يعني بعد الجرعه اللي انا حاولت اقدمها من التوعيه، واحط فيها الجيولوجيا مع التاريخ مع الاركيولوجي، وارجع بيهم الى فتره 6000. ودي فتره مهمه جدا، فتره مهمه جدا في مشوار الحضاره المصريه القديمه. لو انت شفت البيضه بتاعت النعامه ديت، والرسم القديم اللي موجود عليه، رسم يعني نعتبره دلوقتي احنا بحكم عصرنا يقول ده رسم بدائي. ايوه، بيعكس فن، بيعكس الفن ده، بيعكس تاريخه، بيعكس فترته، بيعكس الفتره بتاعته، الثقافه بتاعته. بس ما تقدرش تقتنع ان الخربشات والجرافيتي اللي مرسومه على البيضه دي يعكس فتره عصر بناء اهرامات. يعني لا يمكن ان الفتره دي تكون فتره بناء اهرامات، لان الفن متواضع والادوات متواضعه والرؤيه متواضعه تعكس الفتره الزمنيه بتاعتها. لما تيجي بقى لفتره بناء الاهرامات فعلا، ولما تديني التمثال بتاع الملك خفرع المجنح بحورس المذهل، هذا التمثال المذهل، القطعه النحتيه اللي هي معجزه الى الان. انا لسه كنت في المتحف المصري بتاع التحرير من اسبوع، هوريكم الصور حتى دلوقتي في الفيديو، الصور بتاع انا برضه برجع اقف قدام التمثال دوت اكتر من نص ساعه، ما اقدرش، مش مصدق نفسي، لان تحفه فنيه. ده اللي يخليني اقتنع العمل الفني دوت بيعكس فتره بناء الاهرامات بلا شك. ده عصر نهضه، بيبان في الفن، بيبان في الاركيولوجي، يبان في الحفريات، يبان في الحاجات اللي سابوها لنا، يبان في التراث الهندسي، يبان في الاعمال الفنيه اللي اتثابت. ديتو لما تكون عامل هرم لابد انك تعمل تمثال زي ده. اللي يعمل هرم زي هرم خوفو لابد ان يسيب لنا تمثال زي تمثال الملك خفرع. مفيش هنا تناقض. مستوى عالي جدا من الفن والحفر، مستوى عالي جدا من الهندسه والمعمار. لما تيجي تبص على البيضه هتلاقي المستوى الفني متواضع جدا، مناسب جدا لعصره، لا يعكس قدره على بناء مثل هذا العمل. ما تقدرش تقول لي ان الهرم اتبنى قبليها ولا اتبنى 6000 ولا اتبنى 10000، لا يمكن، لان الاركيولوجي والجغرافيا والجيولوجي والفن اللي بيعكس هذه الفتره فن متواضع جدا، وظروف مناخيه وجيولوجيه لا تسمح، لا شيء يسمح على الاطلاق ان اهرام بهذا المستوى تتبنى. المصريين ما كانش جاهزين حضاريا. انت لازم تبقى جاهز حضاريا على كل المستويات، على مستوى المركزيه، على مستوى السياسه، على مستوى الاداره، على مستوى العسكري، على مستوى اللوجيستكس، على مستوى التموين، على مستوى الخزينه، على مستوى تنظيم، على مستوى العماله، على مستوى الفن، على مستوى العماره. دول المستويات عشان تبني حاجه زي ده. هو دي حاجه سهله؟ زي ما قلت لكم البيضه بتاعت النوبه لا تعكس بناء عملاق ومعجز زي بناء الاهرامات بتاعت الجيزه، ولكن تمثال خفرع وتمثال الملك منكورع المعروض في المتحف المصري يعكس فتره ذهبيه، يعكس عصر نهضه، يعكس قدره على هذا الانجاز وعلى بناء مثل هذه الاهرامات. ده هنا التوافق، هنا التوافق بين مستوى الفن، مستوى النحت، مستوى الهندسه.
دي الفتره، دي فايده الفن، دي فايده الدراسه الفنيه، دي فايده البصمه الفنيه، دي فايده التطور الفني. لما اتطور من خربشه على بيضه الى تمثال بهذا المنظر، يبقى انا وصلت لعصر بناء الاهرامات بكل ثقه. وارجع في الاخر اقول لك انا مش بتكلم بقى في بصمه ثقافيه بس، لا ده انا معايا تجارب عمليه، معايا تجارب عالميه، ومعايا نتائج معمليه علميه. انا عارف انا واقف على ايه، واقف على ارض صلبه. والى لقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.